اهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد. النهارده هشارك معاكم طريقتي في مذاكره الانجليش، وازاي نقفل الشوامل بكل سهوله، وازاي نذاكر الجرامر ونحفظ الفوكاب باقل مجهود عندنا. احنا هنقسم الفيديو لجزئين. هبدا اوريكم ازاي بنذاكر الجرامر، بعد كده هوريكم ازاي بنحفظ الفوكاب، وازاي الفوكاب التقيله والصعبه بنذاكرها ونحفظها باقل مجهود عندنا. بالنسبة للجرامر، انا مش بقعد اعيد وازيد في الجرامر وقواعد الجرامر، مش بقعد احفظها بالورقة والقلم كده. انا بس باول ما باخد الورقة بتاعة الشرح بنقل الشرح ده في ورقة، بحيث ان هو يكون بطريقتي ويبقى اسهل عليا اكتر يعني، وهحطه قدامي. ومن خلال التدريبات او حل الواجب ببدأ اذاكر، يعني انا بذاكر وانا بحل الواجب اصلا. يعني هنا مثلا هبدأ انقل القاعدة، دي كان في يونت 5، فهبدأ انقل القاعدة هنا في ورقة فلوسكاب، ورقة اي ورقة بيضة، وبعد كده هبدأ احل الواجب. هنا مثلا بعد ما نقلت القاعدة هجيب الورقة دي وهحطها قدامي وانا بحل الواجب، ودي خلاص مش عايزاها. هاجي افتح تدريبات الواجب. انا الطريقة دي يا جماعة بعملها في كل اللغات، يعني مثلا وانا بذاكر الايطالي بعمل كده، مش بذاكر الجرامر بالحفظ وكده، انا بذاكره وانا بتدرب مع الواجب. هنا هاجي مثلا دي تدريبات الواجب، هبدأ احل وانا قدامي الورقة دي، هشوف مثلا القاعدة ديت كده وهقرا السؤال وببدأ احل وقدامي الورقة دي، يعني بتدرب مع حل الواجب ومع التدريبات الكتير، وهكذا. وانا بقرا السؤال طبعا بحل بالقاعدة. تمام. مع التكرار بتبدأ المعلومة تثبت، وببقى عارفة ازاي احل، مش حافظة ومش بعرف احل، عشان في ناس كتير كده ان هي حافظة القواعد كويس ومذاكراها بس مش بتعرف تطبق. فانا دي الطريقة اللي بتخليني اعرف اركز كويس في الحل، وبعرف احل الحمد لله كويس في الشوامل وفي تدريبات الواجب. وهبدأ بقى كده افضل احل كل الواجب والصفحة دي قدامي، عبال ما اخلص الواجب كله هكون انا حفظت اساسا القاعدة خلاص، وكمان بكون بعرف احل كويس. بعد كده اهم خطوة ان انا اسمع فيديو حل الواجب من الميس او المستر، وهنا انا بكون مشغلة فيديو الواجب وببدأ اصحح الواجب مع الميس. واللي مش عارف، انا باخد مع ميس ليلى عرفة، هي بتسهل الانجليزي جدا عليا، وكمان مخليه اساسا مش مادة صعبة جدا ومش براكمها، يعني المادة الوحيدة اللي انا مش بعرف اراكم في بيها هي الانجليزي، عشان هي بتسهلها جدا ومش بتعقد اي حاجة خالص. فببدأ اصحح الواجب وراها. في طريقة تانية انا بعملها لما اكون مش معايا وقت كتير او في حاجات كتير عايزة اخلصها، الطريقة ان انا بسمع الفيديو وببدأ احل مع قبل الميس بشوية، يعني بقفل الفيديو الواجب وابدأ احل مثلا 10 اسئلة، بعد كده اسمع ورا الميس، بحيث ان انا ماخدش وقت كتير في الحل وفيديو الواجب. الطريقة ديت كانت ميس مي مجدي اتكلمت عليها في فيديو، وانا بجربها في كذا مادة مش الانجليش بس، وهي بتسهل علينا جدا وكمان بتخلينا ننجز بسرعة يعني. اهم حاجة نعملها عشان نوفر وقت على نفسنا ان احنا نذاكر في نفس يوم الدرس بالظبط، يعني ما نركمش حاجة بعد يومين او 3 او قبل الدرس بيوم ونبدأ نحل الواجب، كده احنا اساسا نسينا القاعدة ونسينا شرح الميس. فاللي المفروض نعمله ان احنا في نفس اليوم الدرس، سواء سنتر او اونلاين، نحل الواجب ونذاكر في نفس اليوم. وفي حاجة كمان انا بعملها، انا بحل مع سوري، بكتب مع الميس وهي بتشرح في كراسة زي دي، كراسة صغيرة، فبنقل وراها كل الدروس. فلما باجي اراجع الانجليش بفتح الكراسة ديت وببدأ اقرا بس الدروس، بتلاقيني فاكرة كل حاجة بسهولة، يعني انا مش براجع ومش باخد وقت في المراجعة بسبب الكراسة دي. اول بس ما بفتحها وببدأ اقرا الدروس بفتكر كل حاجة الحمد لله. طيب، بالنسبة احنا بنحل المفروض نحله كام كتاب، او المفروض نجيبه كام كتاب في المادة. انا معايا كتاب المعاصر في الانجليش، ومعايا كتاب سوري مذكرة الميس.
لكن في المواد التانية انا بكتفي بس بمذكرة المدرس. لكن في الانجليش عشان بحب احل كتير فيه وكده فجايبة الكتاب وجايبة المذكرة. لكن انا بذاكر من ورق بتاع الميس اللي هي كاتباه بخط ايديها، ده بيبقى اسهل كتير جدا من المذكرة ومن الكتاب. لكن الحل انا جايبة الكتاب والمذكرة. نيجي بقى نتكلم على الفوكاب وازاي بنحفظ الفوكاب الصعبة والتقيلة. انا الفوكاب ما فيهاش حل غير بالورقة والقلم، يعني ما بتتحفظش غير بكده، هي بتاخد مجهود مننا وده طبيعي. بس انا اللي بعمله ان انا بذاكر انجليش ده على 3 مرات في الاسبوع. بقسم الفوكاب بقى على ال3 ايام دول. طبعا ما ينفعش ناخده كل الفوكاب دي في يوم واحد، هتبقى صعبة جدا وتقيلة. لكن اللي احنا بنعمله ان انا بقسم الانجليزي على 3 ايام، وكل يوم باخد جزء معين من الكلمات وابدأ احفظه. بالنسبة للحفظ انا قلت بقى فيديو ان انا بذاكر بحفظ الكلمة، بكتبها 3 مرات على الاقل، زي ما انا بعمل كده 3 مرات على الاقل كتابة. وفي طبعا كلمات كبيرة جدا وبتحتاج مجهود اكبر من كده بكتير. وبعد كده يا اما بقلب الصفحة، يا اما بجيب سكتش تاني وبكتبها بالعربي وببدأ اسمعها بالانجليزي زي ما انا بعمل كده. بس طبعا مش كلمة كلمة، انا مثلا بحفظ 10 كلمات عشان اشوف نفسي اكتر يعني فهمت ولا لا. بحفظ بالعشر كلمات واجي اسمعهم ورا بعض. دي الطريقة اللي انا بعملها اساسا من تالتة اعدادي، وبتخليني يعني حافظة الكلمات من فترة كبيرة جدا، وحتى مش بعوز اراجعها من كل فترة كل فين وفين يعني. بس فهبدأ. وكمان في طريقة تانية بعملها للكلمات الكبيرة، ان انا بحفظ بطريقة الصوتيات، بقسم الكلمة لمقاطع صوتية ببدأ اكتبها. ازاي يعني انا مثلا هعمل مثلا على كلمة administer دي يعطي دواء، هكتب administer وابدأ احفظها بطريقة الصوتيات كده مقاطع صغيرة. الطريقة دي برضو بتسهل علينا جدا، اسهل من ان انا احفظ الكلمة على بعض. بس وبعد كده طبعا بحل على الفوكاب، لازم نحل عليها يا جماعة، بنحل الاسئلة. وبس كده احنا يعني هنذاكر كويس جدا وهنجيبوا نتيجة انا متأكدة في الطريقة دي كويس جدا. بس وكده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم متنسوش تدعموني بلايك وتعملوا سبسكرايب، وقولولي الفيديو الجاي عايزينه هيكون على ايه. بس كده، باي باي.